في أوروبا مسموح للطالب إنه يشتغل جنب دراسته في أي وظيفة تناسبه، بس في وظيفة معينة بيشتغل فيها 99.9% من الطلبة، ده غير ناس تانية بتشتغلها كوظيفة أساسية هي مصدر دخلهم الوحيد. Companiile de profil au fost nevoite să angajeze sute, unele chiar mii de persoane. Because it rained, so they actually gave us like a search fee, so extra $2 per order. احنا النهاردة هنوصل أكل وهنشوف هنكسب كام. يلا خلي التبسين. وهنعيش التجربة بحلوها ومرها. الشنطة دي بقى في الأسانسير بتبقى يعني. وإيه التحديات اللي ممكن تقابلها؟ من ضمن التحديات بقى اللي بتقابلك في الشغلة دي. No unit number, no block number. Then you do not know where to go. النهارده هنجرب تجربة توصيل الأكل، توصيل الطلبات، ديليفري. معانا الشنطة ويلا بينا هنوصل بالعربية. بفكركم باللايك وزر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نبدأ يومنا. طبعا عارفين زوجة. أول حاجة طبعا بتحتاج شنطة زي دي معاك. كده احنا جاهزين. طبعا اهم حاجه ان احنا يبقى معانا حساب على ابلكيشن زي ده الابلكيشن انت بتشتغل عليه، بتقدر تطلع عليه اونلاين وتاخد الطلبات. فانا دلوقتي هعمل اونلاين اهو، جو اونلاين. هنا بيديك 3 اختيارات، يا اما ان انت معاك عربيه او معاك موتوسيكل او معاك دراجه. الفرق بينهم هو بتبقى مسافه الطلب، فاحنا خلينا نختار الوسط عشان الطلبات ما تبقاش بعيده قوي. خلينا نختار الموتوسيكل. كده هو بيدور على اي طلب بقى يظهر. نشوف بقى لما يظهر لنا اول طلب. تمام، ادي اول طلب. ده ماشي ممكن ناخده. ده توكلنا على الله. بس اخدنا الطلب. معظم بقى الناس بتفضل الشغله دي لان انت هنا مش مربوط بمواعيد، انت وقت ما انت فاضي بتطلع اونلاين وتطلع توصل طلبات. تقدر تشتغل بقى بعجله، بسكوتر، بموتوسيكل، بعربيه، زي ما انت عايز. بتعمل بس الابلكيشن ويبقى ليك اكونت عندهم وتفتح وقت ما انت عايز اونلاين وتطلع تشتغل وتوصل بس، وبتتحاسب على الطلب. هو بس في حوالي شهرين في السنه اللي بيبقى صعب جدا ان انت تشتغل على حاجه مفتوحه مثلا زي كده، عجله او موتوسيكل مثلا او كده. ممكن موتوسيكل بس بيقفلوا جامد بقى اللي بيبقى سايقه، انما العربيه عادي معاك طول السنه، وفي ناس كتير بتشتغل بعربيات يعني. هو دلوقتي اداني اشعار ان الطلب بقى جاهز في المطعم، وانا فاضل لي حوالي 6 دقايق واوصل المطعم. كده خلاص احنا تقريبا وصلنا للمطعم. بتقول لهم اسم الزبون اللي عندك على الابلكيشن بيديك الطلب بتاعه. هو ده المطعم. لا ما تدخل. راكن مكان ده. لا ما ركنش. مش مشكله، هو راكن. بس كده انا هنزل لهم باسم الزبون اهو اللي على التليفون، ماركو، واخد الطلب بتاع ماركو. لازم طبعا اخد الشنطه، اهم حاجه. ممكن لو معاك شنطه ما يديكش الطلب من حقه. Salud, merda. Am înțeles. Salut. مش عارف الطلبات منين بصراحه. Salut, aici comandă Marco. Marco, da? Da. Asta sì. ده الطلب بتاعي. بس نعمل اللي احنا خدنا الطلب. مين لاسا فراتي لاسا ميرسي. طبعا راكن كده راكن اي كلام، بس ايه الحمد لله يعني النهارده مفيش زحمه، فالدنيا ماشيه تمام الحمد لله. الشقه في الدور الارضي كويس عشان ما يطلعش الاسانسير ولا سلم. يلا بينا، انا جاي يا ماركو. طبعا الطلب ده 6 كيلو، هو بيحاسبنا على 6 كيلو دول حوالي ب 19 ليه. 19 ليه بقى يعني كام بالدولار؟ هبقى اكتبها على الشاشه. بس هو مسافه الطلب من المطعم للزبون 6 كيلو. طبعا في اسعاف جاي من ورانا لازم توسع له. عدى تمام. نركن بس كده. في ركن قدام بس خلينا هنا احسن. هو في سكارا بي. ناخد 3 كيلو بالشنطة. وهو ده
البيت لكن المدخل شكله من الناحيه التانيه. تمام، انا هلف من الناحيه التانيه بقى. البيت ليه بابين واحنا جينا من الناحيه مش اللي فيها المدخل، فده من ضمن التحديات بقى اللي بتقابلك في الشغله دي. كام رقم الشقه؟ 22. فتح. سالوت. تمت المهمه بنجاح كده. اول طلب خلصناه، بنقفله بقى على الابلكيشن ونطلع على الطلب اللي بعده. دلوقتي هو بيدور على طلب تاني. 19 ليه في تلت ساعة، ده كده يعتبر كويس جدا يعني. الطلب الأولاني الشغلة دي فيه كتير أجانب بيفضلوا إن هم يشتغلوا حاجة زي كده، لأن أنت أولا لا ليك مدير، والطلبة برضو بيفضلوها، لأن أنت ممكن من خلال 3 ساعات مثلا أو 4 ساعات يوميا في شغلة زي دي تقدر توفي مصاريفك واحتياجاتك وزيادة كمان. طلب أهو جديد، ده من مول الطلب ده. تمام، هيدفع 13 ليه. يلا بينا توكل على الله على الطلب ده. أنا عارف مكانه فين، فمش هحتاج إن أنا أشغل الجي بي إس. دور ونطلع على هناك على طول. طبعا عند المولات بقى بيبقى في مشكله في ركن العربيه. دخلة الجراج بقى والدخله والطلعه بتاخد وقت كتير. تاخد دي. خش صح، خش. شكلك مستعجل. خش شكلك مستعجل والله. شكله مستعجل الراجل، شكله راجل مهم. هنا بيديك ساعتين في الباركينج ده مجانا، بعد كده تدفع. انا طبعا مش هقعد اكتر من ساعه، عشان اقعد يعني ساعتين بس. 15 دقيقه تاخد الطلب وخلاص. ده كده مدخل اهو. كده انا دخلت خلاص، ويعتبر انا كده قريب من المطعم. المطعم ده في الدور الاول. النهارده السبت فالمولات زحمه. الويك اند بقى، كل سنه وانت طيب. وصلنا المطعم، بنعمل ارايف اهو. الطلب جاهز اهو. الراجل ده زميلنا من شركه جلوفو. كوشو كارو دي لا بولت. كوشو كارو اصلا. اهم حاجه بقى في المولات انت تعرف انت ركنت فين. بس الطلب توكلنا على الله. مثلا لو يوم في جو وحش، مثلا يوم في تلج، في امطار، بتعلى بقى ساعتها التسعيره، لان في ناس كتير ما بتنزلش تشتغل، فهو بيبقى عايز يخلي اكبر عدد من الناس اللي شغالين ينزلوا يوصلوا، فبيرفع التسعيره. بالنسبه بقى للضرايب اللي انت بتدفعها، بتدفع كل اسبوع حوالي 70 ليه او 100 ليه حسب وكيل الشركه اللي ماسك الحساب بتاعك، اللي انت فتحت عنده الحساب. بيبقى مثلا في حدود من 70 ليه ل 100 ليه. كان اول 40 مثلا وزودوها شويه خلوها 70، فاحنا نخليها مثلا ايه على المتوسط 70 من اللي بتكسبه في الاسبوع كله. الكلام ده لو اشتغلت. لو ما اشتغلتش في الاسبوع مثلا ما بتدفعش حاجه، مش مطالب باي حاجه. لكن لما بتشتغل بتدفع 70 وتدفع 8% او 10% من المجموع بقى بعد خصم ال70. هي دي كل الضرايب اللي انت بتدفعها. وفي كذا ميزه بقى. طبعا انت هنا عندك ميزه تيبس مثلا، سواء في الايد، يعني ممكن زبون يديك التيبس ده في ايدك، او ممكن يبقى على الابلكيشن. فانت بنسبه كبيره معظم الناس مثلا بيجي لها ال70 الضريبه اللي بيدفعها ديت من على الابلكيشن، ان هو الناس بتسيب له تيبس على الابلكيشن. في برضه حاجه تاني، موضوع ان في بونص. هنا قبضك بالاسبوع، يعني هم بيسلموا الحسابات كل اسبوع. موضوع البونص مهم جدا، بيبقى على عدد طلبات. كل اسبوع الشركه بتنزل البونص، هيبقى مثلا على عدد قد كده طلبات قد كده بونص. بيبقى في بونص للاسبوع وبونص للويك اند اللي هم اليومين السبت والحد. الدور الاول 6 9 رن. وفي الدور الاول مش الساعه 12 مزرعه اختفنا زبونه كده 13 و19 كده عملنا 32 لحد دلوقتي.
المفروض ان عندي 32 بس هنا بص في 3 ليه تبس اهوت، دخلوا لي في حد من اللي احنا وصلنا لهم دفع تبس ودخل التبس على طول في الحساب. ساعات بيتاخر يعني ممكن مثلا يدخل لك تاني يوم، بس بشكل عام ايه دخل كده تبس في الحساب عندي. لو قبلت كده وعملت كونفيرم، لو المطعم اتاخر في الطلب ما باخدش اي حاجه تعويض، فلازم ان انا لما اعمل كونفيرم اكون قريب من المطعم او اكون في المكان المطعم بالظبط، عشان في حاله ان هو اتاخر اخد تعويض بقى، يعني يتحسب لي مثلا الطلب زياده، يعني الطلب ده كان ب 11 مثلا يدخل لي اكتر، مثلا يزيد 5 او ممكن يزيد 10 كمان لو اتاخر اكتر من كده، بس ابتداء من ربع ساعه بيحاسبك بقى على التاخير. اهو المطعم، وده صديقنا برضه زميلنا هو مستني نعمل قرايب. خلص سالوت، لازم تحيي زمايلك. ادخل اجيب الطلب. نزيوه مين Am Cosmin B de la Bolt. Da. Cosmin B. Cosmin B. Asta tot? Ok. Kolay gelsin hocam. Ben sizi TikTok'ta gördüm. Evet. İzledim. Ciğeristan. Eyvallah. Kolay gelsin. الشيف التركي ده مشهور في رومانيا، بيعمل فيديوهات اكل كتير على التيك توك، فقلت له انا شفتك على التيك توك قبل كده. الطلب ده مديني على الجي بي اس 5 دقايق والمسافه 2 كيلو، وهو اصلا كانت المسافه من مكاننا للمطعم حوالي 500 متر، فده يعتبر كده طلب ايه مربح، يعني ان احنا ما صرفناش عليه كتير بنزين والمسافه للمطعم كانت قريبه. طبعا دلوقتي الدنيا يعني بقى الجو مش ساقعه، فانت تقدر تشتغل بالعجله، تقدر تشتغل بالسكوتر. كده وصلنا، ده يعتبر اقرب اوردر اخدناه النهارده. 16 الدور التاني ده، خلينا نطلع بالاسانسير احسن. مشكله الشنطه دي بقى في الاسانسير بتبقى يعني بصراحه لخمه يعني. Salut. Salut. Poftă bună. Asta e tot, poftă bună. O zi bună. Mersi mult, o zi bună. أول تبسي كاش اهو النهارده 10 ليه. الطلب كله ب 11 والراجل دفع تدفع 10 ليه. حلو. و10 ليه طبعا، يعني في العادي الناس تدفع 3 5، دفع 10. ده كيلو لحمه ب 30، الراجل دفع 10 يعني مبلغ كويس بصراحه. يلا خلي التبسين. بشكل عام في ناس اعرفها بيشتغل يوم السبت والحد بس، يعني يوصل سبت وحد بس من كل اسبوع، ممكن يعمل بونص كمان لو عمل مثلا على الاقل 40 طلب او 50 او كده، بتوفي مصاريفه وكله تمام يعني معاه، مفيش اي مشكله بالنسبه للموضوع ده، يعني ما بيحتاجش يشتغل اي عدد ايام تانية لو هو مثلا طالب بيدرس او كده. جالنا طلب رابع اهو طالعين عليه، مطعمين اتراك ورا بعض. المطاعم التركيه منتشره جامد في بوخارست. هو ده المطعم، فلازم ان انا لما اروح هناك بعمل كونفيرم، لو الطلب اتاخر بيدفع لي بقى ايه للتاخير. مطعم تركي ده كده، عملت لسه مش جاهز الطلب. سالوت. السلام عليكم. كيف حالك انت؟ الله يخليك يا عم سيد. عندك طلب؟ ما بشتغل اليوم. ماشي، اجازه اليوم؟ الله ييسر لك الحال. جلوبو انت ولا بولت؟ جلوبو. بتعمل كم طلب في اليوم على جلوبو؟ 20 لسه كده وانا سالب 5، لو جاب سالب 15 ناخد فلوس. سالوت ده عم، انا ماريا دي لا بولت. ده انا ماريا جاتا؟ مين؟ اكله ده؟ انا ماريا ترى. مفيش مكان ركنه، فبرضه خلينا على الرصيف، يعني كده بتبقى يعني سكتك 5 دقايق وخلاص يعني. احنا نعتبر في نفس المربع من الصبح، فالمنطقه دي تعتبر قديمه شويه، فعشان كده معظم العماير والاسانسيرات وبتاع كله قديم. ميرسي. سالوت. تاني تبس النهارده.
تاني تيبس كاش، ويعتبر احنا عملنا 4 أو 5 طلبات لحد دلوقتي. ده تاني تيبس كاش 5 كده. احنا معانا 15 لي تيبس، ونشوفوا بقى على الابلكيشن في 3 كانوا على الابلكيشن. على الابلكيشن لسه 3 لي تيبس كده. احنا عملنا 62 لي كله بالتيبس اللي على الابلكيشن بكله، و15 تيبس دول بره، انما على الابلكيشن عامل 62 لي. Bună ziua! Am o comandă de la Bolt, Margot. Și e gata pe aplicație. ده يعتبر حلواني مش مطعم، يعني هو مخبز وحلواني اكتر من ان هو مطعم. Salut! بس كده ده عدد الطلبات اللي احنا عملناه في الكام ساعه اللي احنا اشتغلناهم. انما طبعا بالنسبه لحد دي شغله فول تايم بالنسبه له، بيبقى خلاص بيبقى كل تركيزه، يعني مثلا بيطلع الصبح بيعمل حساب ان هو هيجي بالليل. وبالنسبه للي احنا المبلغ اللي احنا عملناه ده على فكره ده برده ده يوفي ويكفي معاك مصاريفك وكل احتياجاتك وزياده. وبكده يخلص فيديو النهارده.